نواياهم في كثير من المواقع التاريخية قديما، ولكن في قضية غزة وفلسطين على وجه الخصوص ظهرت هذه القضية لنا جلية اليوم. ولذلك أضرب لكم مثال واحد. لما تناقلت بعض وسائل الإعلام أن 3 صواريخ خرجت من جنوب لبنان من حزب الشيطان، مباشرة خرج حسن نصر بليس وقال الكلمة التي هو أنه ينفي مثل هذا الخبر ويرفض مثل هذا الخبر وأنه غير صحيح. أين طيب تلك المنادات التي والوعود التي قالوها ومنوا بها المجاهدين وغيرهم في قضية نصرة هذه القضية؟ وأنا حقيقة أعتقد ما كان يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال أن الرافضة هم حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. وفي كل فتنة حقيقة نرى أن الرافضة لها يد واضح، والحقيقة تلطخ يدها في كثير من تلك القضايا. أنا أقول أيها المسلمون إن هذه القضية من لطائف رحمة الله بنا أنها أظهرت لنا الذي معنا يوالينا والمعادي لنا لهذه الأمة. ولذلك لو اعتقدت الأمة هذا الاعتقاد الحقيقي في قضية ولائها وبرائها تبين لها بإذن الله تبارك وتعالى لها أشياء كثيرة. أمة الإسلام، إنها مناشدة لكم عبر هذه القول يا حكام المسلمين.